السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زوزو الأضرارية اللي نتمنى من كل قلبي أنه محتواها ينال إعجابكم، وإذا عجبكم فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم الجديد من فيديوهاتي. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم عطور المرقة الخاصة بي، يعني على طريقتي وطريقة والدتي رحمة الله عليها. بالنسبة لعطور المرقة هذه المكونات والمقادير. أول حاجة راح نحتاجوا ليها اللي هي الزنجبيل الجاف أو العود الأبيض أو سكنجبير، راح نحتاجوا إلى 60 غرام، وراح نحتاجوا إلى كركم 40 غرام، كمون 40 غرام، وزريعة القزبر 30 غرام، وحبة حلاوة 30 غرام أيضا، وزريعة البسباس 20 غرام، والكروية 20 غرام، و10 غرام قرفة، وكبابة 8 غرام، حوالي 8 غرام. المهم كما راكم تشوفوا هذه المكونات وهذه المقادير كمية قليلة فقط. هذا بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش اللي يبغوا يديروا كمية قليلة فقط. درت لكم كمية قليلة فقط باش تقدروا تتحكموا فيها. إذا بغيتوا ديروا كمية أكثر فتقدروا تضاعفوها. أول حاجة راح نجيب المكونات الغليظة أو الخشينة اللي تنظيفها يكون سهل. هاد الأربعة اللي راكم تشوفوا فيهم اللي هما الكركم، القرفة، الزنجبيل، والكبابة. تنظيفهم سهل كما راكم تشوفوا، ما يجيش فيهم غبار، ما يجيش فيهم عودان بزاف، حتى تنظيفهم سهل. ممكن ناخذهم هكا عود عود عود، خاصة انه الكمية عندي قليلة كما راكم تشوفوا. انا هنا الزنجبيل العود الابيض او الزنجبيل الجاف او سكنجبير استعملت نوعين، النوع هذاك اللي يجي ابيض ناصع النوع الممتاز، والنوع العادي البني. تقدروا تستعملوا اي نوع عندكم، يعني نوع واحد ولا خليط ما بيناتهم. القرفة كما راكم تشوفوا، والكركم، والكبابة. بالنسبة لهادو 5 اللي يحتاجوا شوية للتوابل الرقيقة، اللي يحتاجوا شوية تنظيف منا ويحتاجوا خدمة أكتر. طبعا أول حاجة راح نديروها واش هي؟ راح ناخد كل مكون وحده ونغربلو مليح مليح كما راكم تشوفوا حتى يسقط منه هذاك التراب اللي متواجد فيه. نغربلو في أي نوع صفاية عندكم ولا غربال تقدروا، ولا سيار، كل واحد كيفاش يسميه. المهم كما راكم تشوفوا تغربلوهم باش يسقطوا منه. الا كان فيه شي تراب فيه شي رمل يسقط، عودان رقاق ايضا يسقطوا. ومن بعد تبداو تنظفوه واحد واحد كما راكم تشوفوا هنا. زريعة القزبر، من بعد حبة حلاوة، الكروية، الكمون، وزريعة زريعة البسباس. نظفتهم كما راك لك فيهم شي حجرة ولا عود خشين ولا حاجة هكا، ومن بعد نخلطهم مع بعضهم البعض. ومن بعد هنا كما راكم تشوفوا نجيب التوابل الخشينه او البهارات الخشينه. هذه الاربعه الاولى اللي هي القرفه، الزنجبيل، الكركم، والكبابه. راح نقليهم في الطاجين مع بعضهم، لانهم الغليظه مع بعضهم والرقيقه مع بعض، لانه كل الوقت اللي يحتاجوه هادو اكثر من الوقت نتاع اللي تحتاجوا البهارات الرقيقه. يعني هنا هادو يحتاجوا واحد ل5 دقائق حتى ل10 دقائق، النار ناقصه، نقلبهم حتى تبدا نشم ريحتهم فقط، ومن بعد ننزعهم فوق النار. ومن بعد نبدا مباشره بالتوابل الرقيقه، نخلطهم كلهم مع بعضهم ونقليهم مع التحريك طبعا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. يعني يدوا حتى ل5 دقائق، من 2 دقائق حتى ل5 دقائق على حسب قوه النار. نحركهم بمجرد ما تبدا تفوح هذيك الرائحه نتاعهم ويبدا اللون يتبدل فقط مباشره ننزعهم فوق النار. تقدروا تقلوهم في الكوشه وتقدروا تقلوهم في التراب. ونخلط المكونات. فقط حذروا عندكم يحرقوا لكم، لان حرقوا راح تجيكم التوابل مره فتشموهم من النار فقط. ومن بعد نخلطهم بهذه الطريقه، نخلطهم كلهم. طبعا لو ما كانش عندكم هذه المطحنه تقدروا عفوا التوابل الغليظه تدقوها في المهراز، ومن بعد عاد باش تسهلوا على الرحايه نتاعكم. ومن بعد عاد طحنوهم مع بعض. ولكن اذا كان عندكم هذه تقدروا تطحنوا كل شيء مع بعض. انا كما راكم تشوفوا طحنتهم كلهم مع بعضهم البعض، ومن بعد بديت نغربلهم بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا. الا كان باقي مازال عود ولا باقي وحده مازال غليظه ولا حاجه تبقى لكم في الصفايه كما راكم تشوفوا هكا. غربلت كل الكميه كما راه واضح في الصوره. وكما سبق قلت لكم درت كميه قليله باش هكا الاخوات اللي بغاو يجربوا ولا اللي عندهم اسرتهم قليله، يعني عدد الافراد قلال باغيين يديروا كميه قليله فقط، واللي ما تقدرش دير كميه كبيره. ودائما كي تجربوا جربوا كميه قليله فقط باش هكا ما تجيكم الصعوبه فيها.
المهم شوفوا هنا جاتني قرعة هكا كبيرة ووحدة صغيرة، هذه العلبة اللي يجي فيها الحمص ويجي فيها اللوبيا. المهم تحتفظوا بها في علبة زجاجية وديروها في المجمدة، الطور المرقة كيما راكم تشوفوا أنا نكتب عليها ونحتفظ بها في المجمدة، وهذيك الصغيرة هي اللي نستعمل اليومي، وهذه نحتفظ بها في المجمدة. كل ما احتفظتوا بها في المجمدة راح تحافظ على ديك الرائحة نتاعها وعلى ديك البنة. وعطور المرقة نستعملوها في كل المرقات، اللوبيا، حمص، لي باط، المقارون، الحريرة، اللوبيا الخضراء، جلبانة، أي نوع مرقات حمراء تقدروا تستعملوا فيه التوابل المرقة، وتجيكم وتضيف لكم واحد الطعم وواحد البنة. نتمنى أنه فيديو اليوم يكون نال إعجابكم، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله إذا كان في العمر بقية.